نبدأ فيما انتهى عليه التقرير. من سيبلغ وسيعبر هذا الدور ومن المنتخب الأكثر إقناعا من الناحية الدفاعية وكذلك الهجومية؟ إلى حد الآن إذا كان نبقى عند المنتخبات العربية الأكثر إقناع إلى حد الآن والأكثر إبداع والأكثر ربما معناها إجماع حوله هو الفريق الجزائري. الجزائر بدون نقاش إلى حد الآن الفريق الجزائري، لأنه الفريق الجزائري خاض نهائي قبل الأوان وهو الفريق الوحيد في كل الفرق حتى من نيجيريا. علاش أنا ما نوافقش حسام كي قال نيجيريا ثم الجزائر؟ الجزائر هو الفريق الوحيد الذي خاض نهائي قبل الأوان مقابلة الكونغو، لأنه كل الفرق الأخرى تقريبا كانت في طريق مفتوح. والشيء بالشيء يذكر في مسألة أن المواجهات القوية قد يكون هو أصعب مواجهة أمام نيجيريا في دور بالطبع. ربع النهائي. علاش ديما نذكر أنا والمنتخب الجزائري عنده أصعب مسار بطبيعة الحال مع الكونغو ثم نيجيريا ثم ربما المغرب أو الكاميرون ثم النهائي. إذا نعتبره أنه الأفضل إلى حد الآن على كل المستويات هو الفريق الجزائري. الآن باش نجاوب على السؤال متاعك، السؤال متاعي يقول من ترشحه للوصول ربما للنهائي؟ الحقيقة لهنا يختلف شوية، لأنه مسار الفريق الجزائري صعب مع الفريق النيجيري تقريبا. لا، هو إذا عبر نيجيريا والمغرب عبرت الكاميرون سيكون نصف نهائي عربي. لا بالطبع. إيه؟ اللي نقوله أنه الراوة أنه الأقرب ربما للوصول إلى النهائي هو الفريق المغربي. الفريق المغربي اللي عديد الأسباب. بس انتبه في هذه النقطة. حتى لا أنت كأنك تقول أن الجزائر يعني صعوبة العبور من نيجيريا. بالطبع. وسهولة العبور للمغرب أمام الكاميرون، لكن في حال تواجه المنتخبين العربيين لكل حادث حديث. لكن الجزائر أنا بالمنطق يعني ما فما حتى تناقض بالمنطق. اليوم الجزائر أحسن فريق، مسار صعب مع نيجيريا 50-50، ممكن يتعدى ممكن ما يتعداش. لو ما يتعداش نجح الفريق الجزائري، نجح في هذه البطولة، عنده فريق ما يخافش على المستقبل متاع فريقه، خلافا لعديد الفرق الأخرى ربما لو يخرج نكسة و يفتحوا الملف من جديد. بس إذا تكرمت وإذا تسمح لي، أنت في مسألة أن الجزائر هو الأكثر حظوظ والأكثر إقناعا وفق ما شاهدنا إلى حد الآن، ثم ذهب إلى المغرب يا بدر في اتجاه آخر، وكأن المغرب لم تكن مقنعة رقميا فنيا لفتحي لما شاهد، لذلك وضع الجزائر أعلى، ثم ذكر أن المغرب ستستمر والجزائر قد تخرج. هو تحدث على المقاس بالمستويات التي يقدمها كل منتخب في كل مباراة اللي بيلعبها، وعندما نقيس مباريات دور الثمن النهائي نقيس المنتخب بالمنافس بتاعه. معناه انه اراد ان يفرق، هذا امر منطقي جدا، ما بين منتخب نيجيريا لا منتخب تنزانيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية. هناك فارق في المستويات، فارق في الاداء، فبالتالي ان المنتخب المغربي اليوم لم يقدم بعد المستوى المتوقع منه. يمكن هو يتدرج في الأداء. اليوم يلاقي منتخب الكاميرون في مباراة الحقيقة التي يجب أن يظهر فيها معدنه الأصيل. تتفق معه في مسألة أن المواجهة الأصعب هي الجزائر نيجيريا أصعب من المغرب والكاميرون؟ أيوة، أقوى منا بكثير. أقوى منا بكثير. يعني شوف، إذا احنا ونحن نشاهد هذا الطريق في ربع النهائي، الكاميرون المغرب والجزائر ونيجيريا من الجهة اليمنى، مالي السنغال مصر كوت ديفوار. الكل يجمع أن مواجهة الجزائر ونيجيريا هي الأصعب بين كل هي الأقوى يا حسام. هي الأقوى بدون لأنه الوجه الذي ظهر به منتخب نيجيريا أيا كانت المنافسين، فريق يعني في دور الثمن النهائي وكأنه لاعب تقسيمة. لاحظنا هذا الامر مع الموزمبيق 4-0 بسهوله بالغه جدا، ثم ايضا يحتكم على خط هجوم ناري، لكن في المقابل هو يواجه افضل خط دفاع في البطوله اللي هو الدفاع الجزائري مع الدفاع المغربي وافضل منظومه دفاعيه. فالقوه المباراه تبرز في انك يصطدم افضل هجوم مع افضل دفاع. لا، واكثر من هكا ميشيري. علاش افضل مقابله، اقوى مقابله واروع مقابله ونهائي قبل الاوان؟
بالارقام اللي تحبهم صابر. صحيح. الاثنين 4 مقابلات 4 انتصارات. لكن لا تنسى المشاكل في نيجيريا، هناك مشاكل في نيجيريا اليوم كذلك. طلعت اخبار في مساله منتخب نيجيريا يرفض التدرب ما لم يتم صرف مستحقات الفوز في المباريات السابقه. كل يوم هناك حدث، هذه قد تؤثر يا فتحي. ماذا بينا تؤثر؟ انا ماذا بيا ما خلصوهمش وما يلعبوش. كنت ابني انا ماذا بيا بطبيعه الحال. لا هذه ما راح تؤثر في مواجهه ولكن ما يلزمش الفريق الجزائري اللي نحبه ونحترمه ماذا بينا يوصل ما يلزمش يحط في باله هالمشاكل نتاع الفريق النيجيري. صابر سيناريو مشابه الى حد التطابق اللي حصل مع نيجيريا في المغرب كمان في تصفيات كاس العالم. نيجيريا اثناء التصفيات كان حدث خلاف ما بين بعض اللاعبين والمدرب، اثر وقيل انه سيؤثر وانتظرنا وفي النهايه اثر بالفعل. طيب هذا الخبر ما راح ياثر. كانوا المشكلتين دول موجودين، وبعدين اثناء المنافسات نفسها التصفيات كمان اختلفوا على المشاكل الماليه وطالبوا الاتحاد وقال لك ان احنا مش هنتدرب، وتقريبا 3 ايام ما اتمرنوش لحد ما. طيب اليوم هذه الازمه الازمه اللي فاتت اثرت بشكل كبير جدا على المنتخب النيجيري بدليل انه لم يتاهل لنهايات كاس العالم. طيب. وخرج من التصفيات. دي نفس المؤشرات، وبالتالي اعتقد انها قد تؤدي الى نفس النتائج، لانه نفس الخطوات حدثت. ان شاء الله نتمنى انها تؤدي الى نفس النتائج وينفرط عقد المنتخب النيجيري ويفوز المنتخب الجزائري. يعني المشكله الاضافيه منطقيا تؤثر سلبي على المنتخب المشكله كمان ويكون امر ايجابي في مساله ذهنيه لمنتخب الجزائر. كمان ما تنساش مشكله لقمان مع أوسيمين دي يعني ضربت كمان مشكله كبيره في الفريق، مش عارفين يعالجوها ازاي. نعم. لكن شيري انا مع فتحي اخاف انه يكونوا يسوقوا ازمه مفتعله. اوكي. لانه الان تكلم صابر ومن حق، وهذه الامور شاهدناها في المغرب لما جاء منتخب نيجيريا الى الملحق الافريقي. اوكي. لا احد كان يتصور منتخب نيجيريا. بس اشرح لي مفتعله يعني. مفتعله بمعنى انه ونحن نشاهد هذا النقاش وهذا الشجار يعني على الهواء مباشره بين أوسيمين ولقمان. يحدث في كثير من المباريات، يحدث كثير في المنتخبات. هذا مفتعل كمان؟ لا هذا الصدام لسه من اسابيع قليله لكن يتم احتوائه. ولسه انا بقول لا استدل على هذا بهذا الامر ان منتخب نيجيريا اوكي جاي من تصفيات او من الملحق الافريقي متصدع. اوكي. انتم احنا اليوم نتكلموا عليه كاقوى منتخب في البطوله. يعني كيف عدى هذه الازمه التي كانت مستشريه في خلال الملحق الافريقي ورجع قويا بهذا الشكل، يفوز ب4 مباريات، يسجل 12 هدف ويعطي الانطباع على انه اقوى منتخب واكثر منتخب يمكن يتصدر. انت وضعت افتعال للمشكله. لكن صابر قال لا ان دائما تكون هذه هي السياسه وعقليه اللاعبين النجوم في نيجيريا. لا الاتحاد النيجيري كمان نفسه اللي كانت يعني سمعته مهدده في الفتره الماضيه بسبب انه ما بيصرفش المبالغ، هيفتعل ازمه لنفسه ويخلي شكله اكثر سوءا امام الراي العام الافريقي قبل الراي العام النيجيري، ويقول ان هم في انا ما يضر افتعال ولا حقيقه صابر. افتعال او حقيقه ما يلزمش هذا ياثر على الفريق الجزائري. الفريق الجزائري ما يهموش في هذه يمشي في تركيز وكأن الفريق النيجيري في احسن حالاته. لانه هذا اللي يحبوا يسوقوها حقيقه او غير حقيقه. هذا لا يهم. ونتصور الفريق الجزائري معناها بالذكاء نتاع المسؤولين نتاعو، بذكاء مدربه، بقوه لاعبيه، يتجاوز لا يمكن ان ينجر هذه الامور وراء هذه الحكايات. طيب حسام الدين احمد، اللاعبين نيجيريا مشاكل وصلوا ان لا يريدون ان يتدربوا، واضراب وعدم صرف مكافآت، وأوسيمين ولقمان، مشاكل كثير. ليست المره الاولى في هذه المرحله، خاصه في منتخب نيجيريا. هناك مشاكل كثيره، لكن نبقى في الاداء. ما قدم منتخب نيجيريا في هذه المباراة، أقول أن كما قال أخي أن سيكون أحسن وأقوى المباراة. لابد أن الجزائر أن ينسى هذه المشكلة بين أوسيمين ولقمان. يبقى الجزائر أن يستعد جيدا المباراة، لأن أنا أظن أن هذه المشكلة بين اللاعبين. هناك مدرب، هناك مسؤولون سيقوموا بالإصلاح
بين اللاعبين حتى يستعد المباراة. أنا أقول أن لابد أن المنتخب الجزائري يستعد المباراة كمباراة نهائية. نعم.